تخيل معايا تكون راكب في طائره وسط البحر، كلشي عادي والجو هادئ والرحله قريبه تسالي، وفجاه الرادار كيختفي، اجهزه الطائره كتحبس والبوصله كتدور بوحدها، والكابتن كيقول اخر جمله مرعبه: ما بقيناش عارفين فين حنا. البحر ما بقاش طبيعي، ومن بعد لا طائره لا حطام لا ناجين، بحال الا الطائره تبخرات من الوجود. هادشي وقع بالفعل وماشي مره واحده. مرحبا بكم في واحد من اكثر الاماكن غموضا ورعب في العالم، مثلث برمودا، هنا في قناه يا مستوريس. At 2 p.m. on December 5th, 1945, 5 U.S. Navy torpedo bombers departed from the U.S. Naval Air Station Base in Fort Lauderdale, Florida. These Navy aircrafts were flying out into a region known as the Bermuda Triangle, a section of the Atlantic Ocean stretching from Miami to Bermuda and down to Puerto Rico. اجي نعرفوا بعدا شنو هو مثلث برمودا. مثلث برمودا هو منطقه وسط المحيط الاطلسي كتربط بين ولايه فلوريدا الامريكيه وجزر برمودا وبورتوريكو، ومن الفوق كيبانوا غير مياه عاديه، لكن الناس اللي دخلوا لهذه المنطقه البعض منهم ما رجعش لحد الساعه. من سنين طويله تقارير كثيره خرجت على اختفاء سفن واختفاء طائرات، انقطاع اتصالات واحداث غريبه ما لقاوش لها تفسير. حتى الناس بداو يسميو هذه المنطقه مثلث الشيطان. في 5 ديسمبر 1945 5 طائرات حربيه امريكيه خرجت في مهمه تدريب عاديه. عدد الطيارين كان 14 شخص. الجو كان زوين والرحله محسوبه بدقه، ولكن بعد ساعات قائد الطائرات بعث رساله غريبه لبرج المراقبه، قال البوصله خاسره ومبقيناش عارفين فين حنا. المراقبه طلبت منهم يتبعوا اتجاه الشمس، لكن الرد كان اكثر رعب. كلشي غلط، حتى البحر ما بقاش كيبان طبيعي. The Fort Lauderdale flight tower then got on the radio and responded, "What is your position?" Then, silence. The flight tower at Fort Lauderdale was supposed to still be able to see Flight 19 out in the distance. من بعد الإشارة قطعات، طائرات 5 اختفوا كاملين، لكن الرعب الحقيقي هو أن طائرة الإنقاذ اللي مشات تقلب عليهم اختفت حتى هي. 6 ديال الطائرات و27 شخص تبخروا بلا أثر، حتى حطام ما تلقى. Around this time in the 1940s, the Bermuda Triangle was finding its way in the news for having an unusually high number of aircrafts and ships mysteriously disappearing out in the ocean. Researchers couldn't figure out as to why. ماشي غير الطائرات، حتى السفن عندها قصص مرعبه بزاف مع برمودا. كاينه سفينه مشهوره سميتها ماري سيليستي. هاد السفينه تلقات كتعوم بحدها وسط البحر. الاكل كان موجود، الملابس موجوده، حتى القهوه كانت مازال سخونه، لكن الطاقم كامل اختفى، بحال الا شي حاجه خداتهم في ثواني. ومن بعد جاو قصص اكثر غرابه، سفن كتختفي وساعات من بعد كيلقاوها فارغه، لا دم لا صراخ لا جثث. ولكن فعلا شنو كيشوفوا الناس تماك؟ بعض الطيارين والبحاره اللي نجاو حكاو قصص مرعبه بزاف. شي قال شاف ضباب غريب كيضوي، وشي قال الاجهزه الالكترونيه ما بقاتش خدامه، وكاين اللي قال الوقت تبدل. واحد الطيار قال باللي الداخل ديال واحد السحابه غريبه واللي خرج منها لقى راسو وصل بسرعه مستحيله، بحال الا الوقت تسرع. حتى الرادارات مرات كتحبس بلا سبب. من هنا الناس بداو كيخرجوا بنظريات كثيره. In this stretch of the Atlantic, compasses often point to the geographic North Pole rather than the magnetic North Pole. This can make a big difference in navigation, as the true North Pole and magnetic North Pole are roughly 1,200 miles away from each other. النظريه الاولى وهي عن الكائنات الفضائيه. كاين اللي كيعتقد ان المنطقه فيها نشاط ديال اليو اف او، خصوصا بسبب الاختفاء المفاجئ، انقطاع الرادارات والاضواء الغريبه. حتى بعض الناس قالوا مثلث برمودا عباره عن بوابه فضائيه. والنظريه الثانيه هي عن مدينه اطلانتيس المفقوده. هذه النظريه من اغرب النظريات. كاين ناس كيامنوا ان تحت البحر كاينه مدينه قديمه متطوره بزاف واللي هي اطلانتيس، وكيقولوا باللي التكنولوجيا ديالها مازال خدامه لحد الساعه، وهي اللي كتسبب اضطرابات في المنطقه. وكنجيو للنظريه الثالثه وهي بوابه زمنيه. بعض العلماء قالوا ربما كاين تشوه مغناطيسي في المنطقة، وهذا يمكن يسبب اضطرابات الوقت، ضياع الاتجاهات واختفاء الإشارات. ولكن حتى هذا التفسير ما قدرش يشرح كل شيء. كاين تفاصيل مخيفة بزاف قليل اللي كيهضر عليها.
بحال بعض السفن والطائرات كانوا كيرسلوا رسائل غريبة قبل الاختفاء، رسائل بحال شي حاجة كتبعنا أو المحيط تبدل أو كاين ضوء كبير تحتنا، ولكن من بعد حتى شي واحد ما كيعرف شنو وقع ليهم. بعض الناس كيعتقدوا أن الحكومات عارفة الحقيقة ولكن مخبياها، وعلاش؟ حيت بعض الملفات العسكرية اختفات، وحتى تقارير الرادارات بعضها ما عمرها تنشرات. كاين اللي كيقول هاد المنطقة فيها تجارب سرية، وكاين اللي كيقول الحقيقة أخطر بزاف من أننا نعرفوها. دابا جينا للسؤال المهم، واش مثلث برمودا فعلا أخطر مكان في العالم؟ بعض العلماء قالوا عدد الحوادث فيه طبيعي مقارنة بعدد السفن والطائرات اللي كدوز من تما، لكن حتى هما ما قدروش يفسروا بعض الاختفاءات، خصوصا الحالات اللي ما لقاو فيها لا حطام لا جثث لا اشارات استغاثه، بحال اللي الناس كيتبخروا. واليوم من هذا مثلث برمودا مازال واحد من اكبر الغاز العالم. واش مجرد حوادث طبيعيه ولا فعلا كاين شي حاجه وسط ديك المنطقه وما خاص حتى واحد يقرب ليها؟ الاف الناس دخلوا لهذه المنطقه وبعضهم ما رجعوش ابدا، والاغرب ان قصص الاختفاء مازال كتوقع حتى اليوم. إذا عجبك الفيديو دير لايك واشتراك في قناة يامو ستوريز، لأن القادم غادي يكون أكثر غموضا ورعبا. ودابا بغيت نعرف واش كتآمن أن مثلث برمودا مجرد أسطورة ولا كاين شي سر حقيقي مخبي على العالم؟ اكتب لي الرأي ديالك في التعليقات ونشوفكم في حلقة جديدة.